في ناس حوالينا شكلهم عادي، بيضحكوا، بيشتغلوا، بيخرجوا، لكن الحقيقة هم جوه حرب محدش شايفها. تعافي بيمشي خطوة خطوة بس في صمت، من غير ما يحكي حد ومن غير ما حد يفهم اللي بيعدوا بيه. عارفين فين المشكلة؟ المشكلة إن مش كل حد بيتألم بيبان عليه. في ناس اتعودت من زمان إنها تشيل لوحدها، تعودت تسمع كفاية شكوى، أو مش لازم كل حاجة بتتحكي، أو خليك قوي، فبقوا يتعافوا في الظل وبيخسروا الحاجات اللي جواهم في الليل ويكملوا طبيعي الصبح. واللي بيمر بالتعافي الصامت غالبا مش عايزين يثبتوا لحد إنهم ضعفة، تعبوا من شرح مشاعرهم، أو ما بقاش عندهم ثقة إن في حد فاهمهم، فبقوا يسندوا نفسهم بنفسهم حتى لو تقيل عليهم. بس الحقيقة إن التعافي الصامت مش ضعف، هو محاولة إنك تنقذ نفسك بنفسك، محاولة إنك ترتب دنيتك الداخلية بدون ما تزعج حد، محاولة إنك تعيش رغم اللي جواك. بس برضه التعافي في الصمت مؤلم، لأن مفيش حد بيشيل معاك، مفيش كتف ترتاح عليه، مفيش كلمة أنا جنبك تسندك. والتعافي حقيقي بيحتاج صوت، مش عشان الناس تساعدك، لكن عشان انت ما تتوهش في المعركة لوحدك. طب والحل يا دكتور؟ مش لازم تفتح قلبك يا عالم كله، بس افتح مساحة صغيرة يا حد واحد بس تثق فيه، ومش عشان تعتمد عليه، لكن عشان تتنفس، علشان تحس انك مش لوحدك في الطريق. ابدأ بخطوات بسيطة، اعترف لنفسك انك بتتعافى حتى لو ببطء، اكتب اللي جواك بدل ما تحبسه، اطلب مساعدة وقت ما تحس انك وصلت حدك، قرب من الناس اللي حضورهم مريح، اللي بيسمعوك بدون تأنيب ضمير، اللي مش بيدوك شعور بالذنب. التعافي مش سباق، ومش مطلوب منك تكون قوي طول الوقت، مطلوب بس ما تستسلمش. الخلاصة للناس اللي بتتعافى بصمت: أنا شايفة تعبكم، أنا شايفة محاولاتكم اللي محدش بياخد باله منها، وشايفة قد إيه الطريق صعب بس مش مستحيل. ممكن صوتكم مش مسموع بس خطواتكم باينة، وكل يوم بتمشوه هو علامة قوة، ولو بنفس السرعة البطيئة انتوا لسه ماشيين، ويمكن ده أكبر انتصار. وبس كده، كان معاكم دكتورة أمل دانيال، دكتوراه في الصحة النفسية. سلام.